فيديو اليوم غتكون واحد الفكرة جديدة، تحدي الصيد بالليل ضد الصيد بالنهار. وكما العادة الهدف ديالنا المتعة وماشي الحصيل، وانا متأكد الفيديو غيكون اسطوري. لذلك قبل ما نبداو خلي معك شي لايك وتابونا في القناة ونبداو رواتي. كما قلت مرحبا بكم في فلوق جديد ونهار جديد. اليوم الاخوان غادي يكون مختلف على الفيديوهات كاملين. اليوم تحدي الصيد بالليل. اخوان دابا شي تقريبا شي 8 شي 7 ديال العشيه مجينا لهاد البلاصه هادية، غادي نصيدو الاخوان في البلاصه هادية بالنسبه ديال البيروطه. جينا صراحه اخوان كان شي حصيله ولكن ما كانش ماشي مشكل. المهم خرجنا بعدا دوزنا في دار البحر. المهم خليكم مع الفيديو. اول حاجه غنقصو واحد الطواجن صوبو الدري طواجن كامل سولو انا هي اللي كانت ناكلو قد المغرب نصلي نجي نديك الفطور ونبدا السير صور داكشي طواجن نصاوب يا دراري واحد الجلسه. يا سلام ما شاء الله. الاخوان دابا نقصيو ان شاء الله. المهم الاخوان دابا قصينا الطاجين اللهم بارك واحد الطاجين طلع واعر. دابا يا اخوان المغرب لازم نسالو المغرب غنوجد البيروطه اخوان وغنبدا الصياده ان شاء الله. اذا كانت شي حصيله هو كما كنقول دايما كانت شي حصيله هو ما كانت شي ماشي مشكل. المهم هو الاستمتاع ونجرب هذا الجو ديال الصياده. المهم دابا نسالو المغرب نعطيو البيروطه ونبداو الصياده ان شاء الله. اخوان بعد ما صلينا دابا كنت على شي حجره اللي نجينا على البيروطه ديالي. حجره باقي ما جبتش حجره مزيان للمواطن. تعمل صوت الليالي ديال تعمل عندنا صوب الطعمه. مشيت باش نصطاد نزل التليفون زي اللي كيصور لكن في الاخر طلع لي فيديو ما كيصورش. كانت اخوان الحصيله اللي قليله بصح لان في الليل كنت كنصطاد بالبيروطه. باقي كنت تصاد مثلا بلانسي ولا بسبينينغ كانت تكون شي حصيله والضرب. ولكن المهم ماشي مشكل اخوان. ان شاء الله غادي يكون الصيد بالنهار. الصيد بالليل كملنا غادي يكون الصيد بالنهار. السلام الخوت. هذا النهار الثاني تحد لنا. خلي معك شي لايك وشي تعليق زوين. خليكم مع الفيديو باش نوصل للبلاصه اللي غنصيدو فيها. عاد ندير لكم التصوير ما نصورش لكم اليوم الطريق واخر شحال من واحد اللي مبقاش تصور الطريق يعني بلاصه عارفينها. تنوصل تما وغادي نكمل لكم الفيديو. اخوان وصلنا للبلاصه اللي غنصيدو فيها. نهبط من هنا. دابا الاخوان
نوزنو البيلوطه. هذا الصديق شوفه فوقه عجنوه بشطون السميده والطحين. على اخوان الفيديو اللي فات ديال الاسواق كنت شفتوا اخوان واحد اللعيبه كنت جبتها اللي سميتها تشمبل. اخوان قلت لكم نخليكم مفاجاه ما نقولش لكم شنو هي حتى الفيديو اللي ماجي. المهم هذا الفيديو اخوان بغيت ندخلها في وسط الفيديو نيشان غادي نجربوا نصطادوا بها. اذا كانت فيها شي حصيله ما كانتش غنديروها نهار كامل بها الاخوان. المهم خليكم على الفيديو. شوف قولوا اخوان تنبل ها هو اللي قلت لكم تنبل ها هو اخوان. غنطلع شويه من هاد البلاصه هادي غادي نخليوه نهار كامل حتى اذا كانت فيه شي حصيله. ودابا غادي نقصرو بالبيلوط. حط شويه فوق حيت كاين هذاك الربع. حط شويه فوق. ديك الساعه راه عالي ديك 9 في نقطة زاد
الاخوان غنجبدو التشمبل، واخا كيبان ليا ما شبر والو، ولكن غنجبدو نشوفو مباشرة شنو غيكون فيه. هو الاخوان التنبل اللي جبت ديك اللحظه في الاول فاش رميت التنبل كانوا فيه جوج ديال الشطونات. الاخوان جبرت وحده كلاوها، وحده بقات يعني ضربات عليها شي حاجه ولكن ما تشداتش. اخوان ماشي مشكل، هذا الفيديو شي الطريقه اللي جربت الاخوان ما صدقاتش، ولكن ماشي مشكل الاخوان. يا الاخوان غنزيد شي فيديو اخر على داك التنبل، بان ليا غيشد شي حاجه ولكن المره ما كتبش، ماشي مشكل. المهم خليكم مع الفيديو. هما اخوان بعد ما طلعت من الدار اخوان، انا داك النهار حتى لديك التجويع ديال 5/4 طلعنا بحالنا اخوان. فيديو ما كملت التصوير، خليت التليفون مسترج ما كملت التصوير. المهم كانت شي فراجه ولكن قليله، ما كانتش شي حاجه اخوان. المرات التحدي ديال الليل اخوان ما كانتش شي فراجه، والتحدي ديال النهار حتى هو ما كانش. ولكن اخوان هذا هو الصيد. بعض المرات تقدر تكون، بعض المرات اخوان كنمشي بلا ما كنصور وكتكون شي صيد، كتكون شي فراجه، ولكن هاد المره اخوان ماشي مشكل. اهم حاجه اخوان الصياده هي ديك المتعه، يعني حتى انك تجي تشوف داكشي اللي كتصيدو اخوان. يعني ماشي الهدف انك شحال كميه ولا شحال غادي تصاد، الهدف هو انك المتعه ديال الصيد ويعرفها غير اللي مجربه واللي مقليد اخوان. المهم حد لنا كنوصلنا لهذا الفيديو، وصلتي حد لنا كنتمنى تشترك في القناه، حيت بزاف الاخوان كتشوفوا الفيديوهات ومشتركش في القناه، ما عرفت علاش وهي باطل اخوان، ومشترك في القناه. غنوصلوا ل 1000 مشترك في اقرب وقت. المهم هذاك الفيديو اليوم، الفيديو الجاي ان شاء الله يمكن يكون فيديو كامل صيد بالليل، يمكن تكون شي فكره اخرى. المهم الله اعلم. هذاك الفيديو اليوم، نشكركم بزاف والسلام.